السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم الجميع يا رب، وين ما كنتوا كيف ما كنتوا من أي بلد أنتوا يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية جميعا. تقبل الله طاعاتكم وصياما مقبولا إن شاء الله وإفطارا شهيا. ألف مبروك. 102 يوم على انتصار الثورة السورية المباركة. الحمد لله رب العالمين، فضل من رب العالمين علينا إنه قدرنا ننتصر على الظلم والطغيان والاستبداد والقهر، ونستبدله بأمن وأمان وسلام وسلم. وإن شاء الله يا رب سوريا بتستمر من الأفضل إلى الأفضل بإذن الله تعالى. سوريا خضرة كاملة، كمان هي الغصة اللي كانت بقلوبنا جميعا، يلي كنا بنتمنى بلحظة الانتصار نكون كلياتنا ايد وحدة، ولكن الحمد لله رب العالمين في كل تأخيرة فيها خيرة ان شاء الله. الحمد لله سوريا خضرة كاملة، عم برفرف فيها العلم الأخضر بكل أرجاء البلاد، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. الحمد لله رب العالمين، وهي نعمة كبيرة علينا وفضل من رب العالمين لا يمكن إنه نستهين فيه أكيد. الحمد لله راية خضراء بكل بقعة من أرض وتراب سوريا الحرة الخضراء. الحقيقة ما حابة أطول عليكم بهذا الفيديو، بس حابة نوه لموضوعين انتشروا بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي باليومين الماضيين. الموضوع الأول مثل ما نكون شايفين بالصورة إنه الأمن العام الحمد لله رب العالمين قبض على الأشخاص المسيئين واللي سولت لهم أنفسهم بارتكاب أمور لا يمكن السكوت عنها أو التهاون عنها أو التغاضي عنها. كلياتنا حضرنا الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالموضوع اللي صار بالساحل. للأسف صار في انتهاكات وصار في مخالفات وصار في بعض الأمور السيئة التي لا يمكن السكوت عنها، لأنه نحن وقت اللي بدينا بهاي الثورة وقمنا بهاي الثورة قمنا من أجل وانتفضنا من أجل الكرامة ومن أجل كرامة الإنسان ومن أجل حقوقه وواجباته. مو أبدا من حقنا ولا من حق أي إنسان إنه ننتزع كرامة أي شخص أو نسيء لأي إنسان تحت أي مسمى مهما كنت، مهما كان موقعك، مهما كانت مكانتك. أنت إنسان والشخص المقابل لإلك هو إنسان، إله كرامته، إله حقوقه، إله واجباته. مهما كان مسيء، مهما كان مذنب، يجب معاقبته ومحاسبته تحت القانون. أبدا ما بيحق لك إنك تنتهك كرامته أو تنتهك إنسانيته نهائيا أبدا ولا تحت أي بند. كلياتنا مع المحاسبة، مع الاقتصاص العادل من كل إنسان مسيء، من كل إنسان مذنب، لكن باسم القانون وتحت القانون وحكم القانون. أبدا هاي الأفعال، هاي الأعمال المسيئة والمهينة اللي بحق الكرامة الإنسانية لا نقبل بها مهما كانت. لا نريد لو سمحتوا لا نريد تكرار ما حدث في الماضي، ما روجت له العصابة الأسدية بأن نعيد نحن تكرارها بأسلوب آخر أو مبتكر. أبدا لن نسمح، لن نرضى، لن نسكت مهما كانت القضية ومهما كانت القصة. يجب أخذ من يساء أو من ارتكب جرم يقتاد إلى المحكمة، يحاسب ضمن القانون، يأخذ عقابه الذي يستحقه. لا ننتهك كرامته، لا نقلل من قيمة الإنسان أبدا. لن نرضى عن هذه الأفعال. هذه الأفعال مسيئة بحق الإنسانية. يجب التوعية والوعي والانتباه لهذه الأفعال. هذه الأفعال لا ترضي رب العالمين وليست من أخلاق المسلمين. نحن ندعي أننا مسلمين ونحن نرفع راية الإسلام. هذه الأمور وهذه الأشياء أبدا لا تنتمي للإسلام ولا للمسلمين. هذه أفعال خارجي عن الأخلاق الإسلامية قولا واحدا، ولن نرضى عنها ولن نسكت عنها. هاي بالنسبة للأشخاص هدول ظهروا بأحد الفيديوهات كانوا عم بيمارسوا للأسف أفعال مهينة ومذلة بحق المواطنين السوريين. مثلهم إن شاء الله متايل كل من أساء، كل من أذنب، كل من أخطأ. لن نرضى بالأخطاء الفردية
وإنه نقول أخطاء فردية وأخطاء ما بعرف شو. هاي القصة كان النظام السابق يروج إلها ويقول في أخطاء فردية وفي مدري شو كذا. لن نسكت عنها ولن نكرر القصة أبدا. الحمد لله رب العالمين. وهي أكبر دليل إنه وقت اللي قال رئيس الشرع إنه حنحاسب، حيكون في محاسبة لكل من أساء. هي مثل بقولوا بوادر خير، إنه الحمد لله تم إلقاء القبض على هدول. هاد إن دل إنه إن شاء الله بدل على بوادر خير، إنه في إن شاء الله جايينا بكرة أحسن وبكرة أحلى بكتير من اللي راح. بدل على إنه إن شاء الله إنه في محاسبة لكل مين بتسول له نفسه بإنه يفعل أفعال خارجي عن الأخلاق، خارجي عن الآداب، خارجي عن نطاق الدولة. فيديو آخر للأسف بالمقابل كمان من يومين جمعية خيرية تدعي أنها جمعية خيرية توزع وجبات رمضانية على الإفطار، تكتب عليها عبارة مثل ما نكون شايفين هون بالصورة. الحقيقة بستغرب بأمثال هاي العالم إنه كيف إجتكم الجرأة أو كيف خطر على بالكم إنكم تكتبوا هيك بروشور وتوزعوه على الناس. ما بعرف يعني شو الغاية، شو الفكرة. ما قدرت يعني الحقيقة أخذ منها عبرة، إلا إنه أنتوا أشخاص للأسف نفوسكم ضعيفة، عندكم نقص ما حبيتوا تعوضوا بهاي الطريقة. هذا الشيء ما رح نسكت عنه، ولا حدا سوري بيقبله، ولا حدا سوري بيرضى عن هذا الفعل أو عن هذا القول. هذا الشيء مسيء لإلنا نحن كسوريين كلياتنا دون فئة عن أخرى، كلياتنا بشكل عام، لأنه نحن الحمد لله تخطينا هاي موضوع الطائفية والعرقية والانتماء لفئة دون أخرى. نحن كلياتنا سوريين وإيد وحدة، وكلياتنا بنحكي باسم سوريا، باسم سوريا فقط لا غير. لذلك هذه الأفعال لن نرضى عنها، لن نسكت عنها، لن نتجاوزها أبدا. نطالب بمحاسبة من فعلوا هذا، ولن نسكت على من يريد نشر مواضيع تقلقل الأمن العام أو الاستقرار أو السلم الأهلي أبدا مهما كان وأي من كان. كلياتنا رح نوقف بوشه وحنكون شعب سوري واحد، كلياتنا سوريين. لن نرضى بعد اليوم موضوع الدين هو أحد أسباب التفرقة بيناتنا. لن نسمح ولن نسكت أبدا عن هذه الأفعال. يجب محاسبة من قاموا بهذا الفعل ومن تسول لهم نفسهم مستقبلا أنه ممكن يفتعلوا أي أمر ما. يجب الوقوف بوجههم ويجب محاسبتهم. الحقيقة بس حبيت نوه بالفيديو عن هدول الموضوعين. في شيء يعني الحقيقة بيعطي مثل بقولوا أمل، لأنه إن شاء الله سوريا رايحة بالاتجاه الصحيح والسليم. والحمد لله إنه كمان من يومين إنه تمت سوريا كلياتها خضرة تحت راية العلم السوري. الأخ صراحة يعني كانت هالفرحة ما بعدها فرحة، كانت في غصة بالقلب. والحمد لله حاليا هاي الغصة بدأت تتلاشى، إلى أن إن شاء الله نستخرج جميع من قضوا في الثورة السورية المباركة، نستخرج جثمانهم ونقدر نوثق أسمائهم ونحطهم بأماكن تليق فيهم وبالمكان اللي يجب أن يكونوا فيها، وحتى يبرد قلب كل أم وكل زوجة وكل أب وكل طفل بأنه يشوف جثمان والده أو أخوه أو أبوه أو أخته أو إلى آخره بمكان يقدر أنه يزوره بين فينة وأخرى ويستذكر ذكرياته يلي قضاها معه. الرحمة لشهدائنا شهداء الثورة السورية المباركة جميعا، من قضوا تحت التعذيب، من قضوا في المعارك، من قضوا بأثناء هروبهم أو نزوحهم من بطش
العصابة الأسدية، الرحمة لأرواح جميع من فقدوا أرواحهم بالثورة السورية المباركة. بالنهاية بتمنى لسوريا الحبيبة بلدي الغالي الأمن والأمان والاستقرار ومزيد من الازدهار إن شاء الله، والاستمرار بتحقيق ما لم يستطع السابقون تحقيقه. وإن شاء الله بإذن الله سوريا حيرفع اسمها بالعالي وحتواكب الدول المتحضرة، حيكون اسم سوريا مشرف لكل سوري. ابقوا بخير وبصحة وبعافية جميعا، وسلام.